حياكم الله أيها الأحباب. فالحديث المتفق على صحته أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. سبحان الله أيها الأحبة، هذا الإنسان الذي ينفق بما يرضي الله جل وعلا يدعو له الملك. تنفق على أهل بيتك، تتصدق في سبيل الله، تخرج زكاة مالك، يدعو لك الملك بأن الله يخلف عليك عز وجل. وذاك الذي يمسك المال دعا عليه بالتلف والعياذ بالله. قيل يمسك المال الواجب مثل الزكاة، واضح أيها الأحبة. كذلك المال الواجب الذي يعني أوجبه الله عليه عز وجل بأن ينفق على أهل بيته من الأساسيات. لهذا كن معطاء، ولا يمر عليك يوم إلا وتصدقت في سبيل الله ولو بشق تمرة، حتى تنال هذا الأجر العظيم، دعاء الملك لك: اللهم أعط منفقا خلفا. الله يجعلنا منه. السلام عليكم.